السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا شباب في فيديو، أول فيديو من سلسلة فيديوهات إزاي تلعب ضد الفرنش ديفنس وإزاي تدمر الفرنش ديفنس. تمام. طيب قبل أي حاجة، أول سؤال الناس هتسأله هو الكورس ده موجه لمين، أو سلسلة الفيديوهات دي موجهة لمين؟ يعني لأي ليفل؟ هل أنا لو advanced player يعني لو مستوى عالي، ولا أنا beginner، ولا مستوى متوسط، ولا لمين بالظبط؟ والإجابة للناس كلها. ازاي للناس كلها؟ ايوه، لو انت شخص ادفانسد فوق ال 2000 فوق ال 2200، لو انت حتى تايتلد. يعني احنا هنشرح كل الفاريشنز اللي انت هتحتاجها، لان ببساطه انا مش هشرح حاجه من دماغي، يعني اللي هو انا هستعين بكتاب جراند ماستر هشرح فيه كل ال الفاريشنز واللاينز المختلفه بتاعت التفريع اللي احنا هنشرحه، اللي هو بالمناسبه اسمه تراش فاريشن. تمام. وهنشرحه بالتفصيل، يعني كأنك بالظبط معاك كتاب وبتقراه، كتاب جراند ماستر وبتقراه. تمام. بس انا عامله لك عشان على هيئة فيديوهات الناس اللي مش بتحب تقرا. تمام. الحاجة التانية، لو انت شخص مبتدئ وبس، يعني على الاقل تكون عارف البيسكس بتاعت التشيس، انك عارف القطعة بتتحرك ازاي، لعبت كام جيم، عارف الافكار البسيطة بتاعت التشيك ميت، الحاجات دي كلها، فانت مؤهل انك تتفرج على الكورس ده بتاعنا. مش عشان انك تحفظ الافتتاحيات او انك تعرف التفريعات، دي حاجه مهمه في المستوى بتاعك دلوقتي، لا، لكن عشان تنمي عندك مهاره انك تفهم ايه هدف الافتتاح، تنمي عندك مهاره انك تعرف ازاي تسيطر على الوسط في الافتتاح، وازاي لو جالك تكتيك غريب ترد عليه، ازاي لو جات لك حركه غريبه، فاهم الفكره؟ فانت مجرد تشوفك على الفيديوهات، مش شرط تحفظ لو انت شخص لسه مبتدئ بتتعلم الاساسيات بتاعه الشطرنج. كفايه انك بتتفرج على الفيديو، انت هتنمي عندك مهاره الباترن ريكوجنيشن، او اللي هو يعني انك تعرف الانماط بتاعه الشطرنج يعني. تمام. واعتذر قبل اي حاجه لو في مصطلحات انجلش كتير، يعني لان تقريبا مش معظم، لا 100% من الكتب اللي بقراها هي بالانجلش، فيمكن معظم المصطلحات اللي اعرفها بخصوص الشطرنج يعني هي بالانجلش، فانا بحاول اترجم الكلمات اللي اعرفها، والكلمات اللي ما اعرفهاش بحاول اشرحها يعني. تمام. فمش شيء من اللي هو الفزلكه ولا حاجه والله يعني. تمام. فالمهم ندخل في الموضوع على طول، عشان انا حرقت دقيقتين من الفيديو عشان السلسله هتكون طويله. طبعا انا مش هشرح كل التفريعات، كتاب كبير جدا. تمام. انا مش هشرح كل الكتاب في فيديو واحد، اكيد هنعمل سلسله كبيره هنشرح فيها التفريعات كلها بتاعت التراش فاريشن، او التراش اوبننج اللي انت بتلعبه ضد الفرنش. تمام. طيب طبعا واضح جدا ان الفيديوهات دي مخصصه للناس اللي بتحب اللي بالابيض. تمام. يعني لو انت هتلعب بالابيض، تمام، واللي قدامك هيلعب بالاسود، لان الفرنش ديفense ده بيتلعب بالاسود. تمام. فانت اكيد انت يعني انت مش هتدمر نفسك. تمام. طيب فهنبدا ببساطه خالص. اي يعني الفرنش ديفense بيبدا ازاي؟ بيبدا ان انت بتلعب اي 4. تمام. انت كابيض بتلعب اي 4، الخصم بتاعك بيرد باي 6. ماشي. طيب دلوقتي انا يا اسلام انا مش بلعب اي 4، تمام، انا بلعب دي 4، مش مشكله خالص. تمام. لو انت بتلعب دي 4، ثانيه معلش ثانيه واحده، لو انت بتلعب دي 4 هتدخل في نفس الافتتاح. يعني انا مثلا بحب العب دي 4 دايما. ماشي. لو انت مثلا شخص بتحب تلعب الكوينز جامبت مثلا، او الجوبافا لندن، تمام، او الاكسلريتد لندن، او التشيجورين اوبننج، تمام، فالناس بتحب تلعب دي 4. تمام. خصمك هيلعب مثلا اي 6، في الحاله دي انت هتدخل في نفس الشكل. يعني بص كده، انا هوريك الافتتاح بتاع الفرنش ديفنس هيوصلك للشكل ده في الاخر. تمام. شايفين الشكل ده؟ ان انت لعبت اي 4 دي 4، والخصم بتاعك لعب اي 6 دي 5. تمام. الشكل ده ده اللي هو الشكل الاساسي او الاستراكشر الاساسي بتاع الفرنش ديفنس. تمام. ممكن انت وصلت للشكل ده ازاي؟ بانك لعبت دي 4. تمام اهو. بس ممكن توصلوا بانك تلعب اي 4 برضه. فانت سواء انت اي 4 بلاير او دي 4 بلاير مفيش مشاكل خالص انك تسمع معانا الكورس ده، وتعرف الافتتاحيات وتعرف التفريعات بتاعت التفريع ده بالظبط، يعني بتاع التراش، بغض النظر انت اي 4 او دي 4 بلاير، طالما الخصم اللي قدامك لعب اي 6 في الافتتاح، في الحاله دي انت خلاص انت دخلت في الفرنش ديفنس. تمام. الا بقى لو هو مثلا هيلعب افتتاح غريب، يعني مثلا في ناس تلعب اي 6 بعد كده مثلا تلعب مثلا الهنود مثلا، يروح بس بعد ما انت تلعب دي يروح يلعبك مثلا كده. ايه يا عم ده مش افتتاح يعني، فاهم؟ مش افتتاح مشهور، او يعني يكاد يكون انه مش افتتاح اصلا. تيجي انت مثلا تطلع الحصان اللي هو يلعب لك ده مثلا، اللي هو ايه اللي انت بتعمل ده؟ عبث. تمام. ده عبث، والناس دي ممكن احنا نعمل فيديوهات
تاني في المستقبل ان شاء الله ازاي يعني تهزم الناس او تعاقب الناس اللي بتلعب افتتاحيات عبثيه زي بالشكل ده، تمام، اللي هي ما بيلتزموش بالاوبننج برنسبلز او اللي هي المبادئ بتاعت الافتتاحيات، ان هم ما بيسيطروا. طبعا الناس اللي ما تعرفش ايه المبادئ بتاعت الافتتاحيات، الناس اللي لسه مبتدئه، مفيش مشاكل خالص، يعني نبقى نتكلم عنها تمام في خلال الكورس ده او في خلال فيديوهاتنا كلها هتفهم ايه مبادئ الافتتاحيات يعني تمام. المهم معلش مش عاوز احيد عن الموضوع الاساسي بتاعنا. بغض النظر زي ما قلت انت بتلعب E4 او بتلعب D4، في الشكلين هيوصلوك لنفس الاستراكشر بتاع الفرنش ديفense تمام. تعال نفترض ان معظم الناس بتلعب E4 تمام، الخصم لعب E6 بالشكل ده، انت فهمت ان الخصم هيلعب الافتتاح الفرنسي تمام. طيب انت في الحاله دي لما الخصم بيلعب E6 انت بتلعب D4 تمام، وزي ما قلت لو انت بتلعب D4 والخصم لعب E6 انت بتلعب E4 تمام، اللي هو ودنك منين يا جحا تمام، انت لعبت كده وهو لعب في الحالتين انت E6، انت لازم تقدم بدأ الإي او بدأ الملك وبدأ الوزير تمام. الناس المبتدئه معانا برضو معلش انا بحاول ابسط الموضوع بحيث الناس كلها تستفاد. انا عندي رقعه الشطرنج بتنقسم لجزئين، الكلام ده للناس المبتدئه تمام. لو ادي الملك طبعا كلكم عارفين الملك، وادي الوزير او الكوين بالانجلش يعني تمام. لو انا جيت بصيت كده على عملت خط كده يقسم اللوحه او البورده لنصين، هلاقي ان الجزء ده اللي انا بعلم عليه ده بيسموه الكوين سايد او اللي هو جانب الوزير تمام. طيب لكن الجزء ده اللي هو من صف الملك لجوه كده تمام، كل ده ماشي معلش اهو ده بيسموه الكينج سايد او اللي هو جانب الملك تمام. وبالتالي نفس الفكره البيدق ده بيسموه بيدق ملك تمام، كينج سبون تمام، والبيدق ده بيسموه بيدق وزير كوين سبون تمام. طيب بغض النظر انت بتلعب بدأ ملك او بدأ وزير والخصم بتاعك لعب في الحالتين E6، فانت بتدخل في الافتتاح الفرنسي تمام. ده كلام بسيط جدا، احنا لسه ما بدأناش في الشرح بتاعنا، ولكن زي ما قلت في الحالتين انت بعد ما تلاقي الخصم بتاعك لعب E6 لازم تسيطر على الرقعه بدي 4 E4 تمام. تقريبا لو جينا بصينا على الداتابيز بتاعت ليتشيس، او مش لازم نروح بعيد، اهو عندنا الداتابيز بتاعت تشيس دوت كوم، او غالبا مهنجه شويه بتاعت تشيس دوت كوم يعني. فتعالوا نشوف كده نفس الافتتاح، مثلا انت بتلعب كده كده تمام، هتلعب تدخل في الشكل ده تمام. لو بصينا على الداتابيز اهي بتاعت تشيس دوت كوم، لو على مستوى يعني الداتابيز 95 مليون شخص لعبوا في الشكل ده دي 5 تمام، اللي هو الافتتاح الفرنسي تمام. الباقي مثلا كلها حاجات نادره يعني بص كده حاجات يعني بص اقرب حاجه او اكتر يعني حركه مشهوره بعد الدي 5 هو السي 5 اللي هو 9 مليون، تخيل 9 مليون من 95 مليون تمام. وبرضه السي 5 دي يعني هتدخلك في شكل من اشكال الفرنش هتفهمه معانا تمام. فتعالى نرجع كده للكلاس روم بتاعتنا اللي كانت هنا تمام. دي 4 دي. طيب انت كده 100% يعني مش هقول 100%، 90% الناس اللي هتلعبهم هيلعبوا بالشكل ده مين؟ دي 5. انت كده دخلت رسمي في الفرنش ديفense تمام. ادي ده الشكل الرسمي بتاع الفرنش ديفense. وعايز اقول برضو حاجه للناس اللي هي جديده في الشطرنج عموما او لسه بتتعلم شطرنج جديد، لما بتشوف ستراكشر زي كده قدامك، اي افتتاح بيكون ليه مين ستراكشر وبعد كده بيكون ليه فاريشنز وفي مين لاين وفي سايد لاين. يعني ايه الكلام الغريب اللي بتقوله بالانجلش ده يا اسلام؟ انا بكلم الناس المبتدئه برضه زي ما قلت، انا بكلم كل الفئات تمام. يعني ايه الكلام الغريب ده؟ ان ادي مثلا ادي احنا لسه دي الحركه الكام؟ دي الحركه الثالثه تمام، او الحركه الثانيه للخصم، يعني احنا علينا الحركه الثالثه تمام. الحركه الثانيه للخصم انت الشكل ده شكل اساسي. يعني ايه شكل اساسي؟ ده الشكل الاساسي مثلا بتاع الدفاع الفرنسي. يعني مثلا انت لو جيت مثلا الافتتاح الايطالي مثلا، تلاقي مثلا الناس بتلعب كده كده مثلا، هتلعب كده كده، بص مثلا ده الافتتاح الايطالي، ده الشكل الاساسي بتاع الافتتاح الايطالي تمام. ممكن مثلا حد شخص تاني يروح يفكر مثلا يلعب كده، ده فاريشن يعني تفريع منه تمام. ممكن شخص تاني يرد بكده، ده فاريشن مختلف تفريع تمام. ممكن شخص تاني يرد كده مثلا تمام، وهكذا تمام. فدي كلها تفريعات، لكن احنا بنتعلم الاول الشكل الاساسي وبنتعلم اللي هو الحركات الاساسيه بتاعه الشكل الاساسي اللي هو بيسموه المين لاين. كلمه مين لاين هو الشكل الرئيسي، وبعدين بندخل في مين؟ بندخل في التفريعات اللي هي الجانبيه بتاعت كل يعني شكل، يعني فاهمين الفكره؟ فالمهم خلاص احنا كلنا عرفنا ان ده الشكل الاساسي تمام من الدفاع الفرنسي. اللعب عليك كابيض هتلعب ايه؟ لما نيجي نبص برضو في الداتابيز بتاعت ليتشيس، بعد ما الاسود بيلعب دي 5 اللي هو الشكل الاساسي بتاع الافتتاح الفرنسي، معظم الناس بتلعب اي 5 تمام، وده بيسموه الادفانسد فاريشن
او اللي هو التفريع التقديم، عشان انت بتقدم البيدق ده. تمام، انت كده قدمت البيدق مره تانية، بيسموه الادفانسد فاريشن او التفريع التقديم بالعربي يعني. طب تاني اشهر نقله في الشكل ده انك بتاكل البيدق ده اسمه تفريع التكسير، exchange variation. تمام. طيب ايه تالت اشهر نقله؟ انه بيلعب الحصان سي 3، ده اسمه بولسن فاريشن. بولسن ده اسم لاعب يعني مش جراند ماستر زي كارلسن كده، واحد اسمه بولسن. تمام، فكان بيحب يلعب بيه دايما، فبيسموه بولسن فاريشن. وبالمناسبه هقول لكم معلومه، يعني ان التفريعات بتتسمى على حسب حاجه من اتنين غالبا، يعني يا على حسب الجراند ماستر، اللي هو يعني جراند ماستر اللي هو اكبر لقب يعني في الشطرنج زي كارلسن وناكامورا والناس دي يعني. تمام، يعني مثلا ناكامورا مثلا بيحب مثلا يعني في الشكل ده مثلا يلعب الفيل بتاعه هنا، دي نقله جديده مثلا، فهسميها مثلا ناكامورا فاريشن. فاهمين؟ فبص مثلا لا هو بس انا بقول لك مثال، لكن هنا ما كانش بيلعبها ناكامورا، كان بيلعبها واحد تاني مثلا اسمه شليشتر مثلا. تمام، ما علينا، مش دي النقطه، ولكن اقصد التفريعات بتتسمى على اسماء الناس او على اسماء اللي هم اللعيبه الجامده بقى اللي كانت بتلعب بيها دايما، مشهورين انهم بيلعبوا النقله دي. يا بتتسمى على اسم حاجه تانية، هي بقى على اسم اكتر بطوله اتلعب فيها الشكل ده. يعني مثلا في افتتاح اسمه او جامبت اسمه فيينا جامبت. طب ما فيينا دي اسم دوله، اصل كان في بطوله في فيينا معظم اللعيبه هناك بتلعب الشكل ده من الافتتاح، فسموه فيينا جامبت على اسم الدوله اللي اتعمل فيها البطوله دي. فهو الافتتاح يا بيتسمى على اسم اللاعب اللي كان بيلعب بيها دايما، يا على اسم التورنمنت او البطوله، المكان اللي كان يتعمل فيه البطوله. برضه ده مش موضوعنا، دي معلومه على جنب، معلش بحب اقول معلومات. تمام، ولكن مهم او اشهر ثلاث نقلات في الشكل ده كابيض: اي 5 انك يعني تفريع التقديم، واي اكس دي انك بتكسر اسمه تفريع التكسير، او انك تطلع مين؟ تطلع الحصان بتاعك هنا، ده اسمه تفريع بولسن. تمام، ولكن الثلاث تفريعات دول مش هما الموضوع بتاعنا. ليه؟ عشان حاجه من يعني كذا حاجه. الحاجه الاولى مش عشان وحشين طبعا، لا حلوين جدا، وفي كتير من الجراند ماسترز بيلعبوا بيهم. تمام، مش عشان حاجه، ولكن عشان اول حاجه يعني انا فلسفتي عموما في الشطرنج اني بحب اختار التفريعات الاقل شيوعا. تمام، يعني ولا هنلعب تفريع التقديم، ولا هنلعب تفريع التكسير، ولا هنلعب تفريع اللي هو النايت سي 3 او الحصان سي 3. امال هنلعب تفريع مين؟ هنلعب التفريع اللي هو رابع اشهر حركه للابيض. تمام، يعني يا سلام، هو طب رابع اشهر حركه ده معناها ان هي يعني مش حلوه مثلا، او اول ثلاثه احسن منها؟ لا لا، معناها ان اشهر يعني مش شرط طبعا ابدا، مش شرط خالص. تمام، يعني اول حد يفتكر ان طالما دي اشهر نقله يبقى دي احسن نقله، لا ابدا يا جماعه. تمام، عشان كذا حاجه. الحاجه الاولى غالبا اللي قدامك، يعني انت لو بتلعب واحد صاحبك مثلا بيحب يلعب الفرنش، اللي هو الفرنش ديفنس، اللي هو ده واحد صاحبك بيلعب الاسود يعني وانت بتلعب الابيض، هو غالبا هيكون محضر اول كام نقله على اساس الافتتاحات المشهوره. يعني مثلا انت لو بتلعب صاحبك هو عارف ان انت لو قدمت البيدق ده اللي هو لعبت يعني تفريع التقديم، هيلعب سي 5، فهو حافظ كده ان دي احسن نقله في الشكل ده. او هو حافظ مثلا انك لو طلعت الحصان ده هنا مثلا، ده اسمه يعني روبنشتين تقريبا، ماشي متسمي اسم مختلف، المهم مش سيبك من الاسماء، هو حافظ ان في الشكل ده يروح ياكل ويكسر على حصانك. ففي الاشكال دي غالبا اللعيبه اللي قدامك هتكون حافظه الرد على اشهر الحركات. فانا بحب اضرب عصفورين بحجر، يعني ايه؟ بختار يعني افتتاح او رد مش مشهور قوي وفي نفس الوقت حلو جدا ومحقق نتائج حلوه ومش وحش، يعني مش معنى انه مش مشهور انه وحش، لا لا ابدا، محدش يفهم كده خالص يا جماعه. تمام، يعني ايه بقى الافتتاح اللي احنا هنتعلمه النهارده، او ايه الرد اللي هنتعلمه؟ هنلعب الحصان دي 2، بنسميه تراش فاريشن. مين تراش؟ لاعب زي كارلسن، زي فيشر، زي جاري كاسباروف. تمام، لاعب اسمه تراش. تمام، كان بيحب يلعب دايما الحصان دي 2 في الشكل ده. وبالتالي الافتتاح بتاعنا اهو كده، هنلعب حصان نايت دي 2، ده اسمه تاراش فاريشن. من هنا بقى يبدا الشكل بتاعنا، يعني هنا كده دي نقطه البدايه، دي السيت بوينت بتاعتنا. تمام، اللي من عندها هنبدا بقى كل الفيديوهات وكل المحاضرات الجايه. تمام، عن الشكل ده، ولو رد الاسود بالحركه دي هتلعب الشكل ده، ولو فاهمين الفكره؟ يبقى ده الشكل الاساسي بتاعنا. تمام، انت بالشكل ده خلاص انت قررت تدخل في افتتاح تراش. مين تراش ده؟ لاعب.
تمام. كان بيحب يلعب دايما النقله الثالثه لما الخصم اللي قدامه يلعب بالشكل الفرنسي، كان بيحب دايما يلعب نايت دي 2. طيب ايه اللي بيميز افتتاح تراش؟ اول ميزه اللي بالنسبه لي انا زي ما قلت لك فلسفتي، انك بتلعب حاجه الخصم مش محضر لها قوي، ودي مش يعني دي بالنسبه لي ميزه تحسب ليا يعني، تمام. ان الخصم يكون متفاجئ شويه، مش متعود يلعب على الاشكال دي، فسهل ان هو يعمل ميستيك، سهل ان هو يلخبط في النص. طبعا احنا مش بنلعب على اساس ان اللي قدامنا هيعمل ميستيكس، احنا بنلعب على اساس ان احنا بنلعب صح، تمام. طيب ولكن الميزه الثانيه برضو، لو انت جيت شفت الدي 2 بص كده، الوين ريت 51% للابيض. بص مقارنه بباقي الافتتاحيات، اي 5 46% فوز للابيض، يعني 33 مليون جيم. النقله الثالثه الابيض لعب اي 5، 46% الابيض فاز و50% الاسود فاز. عارف ليه؟ لان الاسود متوقع انك بتلعب اي 5 لان دي اشهر نقله، فهو غالبا بيكون مجهز لها كل الحركات. فاهمين الفكره؟ طب اي اكس دي 5 48% فوز للابيض، احسن شويه. بص سي 3 50%، تمام. دي 2 51%. وسط كل الافتتاحيات دي الدي 2 التراش فاريشن اكتر نسبه فوز للابيض، يعني انت كده بتعلي احتماليه انك تفوز اكتر من كل الردود التانية. يبقى دي بالنسبه لي تاني ميزه. طب ده معناه يا اسلام ان انا كل نقله بدخل على الداتا بيز؟ لا لا ابدا، ده انت بس بتشوف الافتتاح الاساسي. يعني انا بقول لك ميزه من ميزاته ان هو افتتاح حلو جدا، وافتتاح سوليد. يعني ايه سوليد؟ يعني افتتاح بوزيشنال، انك بتلعب بشكل يعني صح، بتلعب بشكل قوي، وهتعرف كل حاجه معايا في التفريع ده ان شاء الله، تمام. طيب يبقى تاني تعالى نراجع ايه اللي احنا قلنا. احنا ما قلناش حاجه خالص. انت بتلعب مثلا لو انت لعيب دي 4 مثلا، راح الخصم فاجئك مثلا انك هيلعب الفرنس، ولا يهزك حاجه اي 4، تمام. انت كده عملت حاجه اسمها ترانسبوز، يعني حولت، بدل ما كنت بتلعب دي 4 حولت الاي 4، مش مشكله. هيلعب دي 5 اللي هو الفرنش، ايوه. هتلعب مين بقى كابيض؟ هل هتدخل في تفريع التقديم؟ لا. هل هتدخل في تفريع الاكستشينج او التكسير؟ لا. هندخل في انهي تفريع؟ تفريع التراش دي 2. التفريع ده زي ما قلت لك ممتاز جدا. طيب ايه بقى نعمل ايه بعد كده؟ او الاسود هيرد علينا بايه؟ ما دي بقى كل مواضيع الحلقات او الفيديوهات او المحاضرات بتاعتنا. المحاضرات كلها بقى بتدور على ان الاسود هيرد بايه، واحنا نتعامل ازاي، وايه افكار الميدل جيم بتاعت الشكل ده. فاهمين الفكره؟ يعني احنا دي زي ما قلت لك نقطه البدايه. يلا نبتدي ونشوف ايه اول نقله هنتعلمها النهارده، او ايه اول نقله للاسود هنرد عليها ازاي، وهنلعب قصاده ازاي، تمام. بالمناسبه لو انت جيت شفت في النقله دي في ليتشيس، بيديك عن كل نقله معلومه. يعني هنا بيقول لك ايه؟ ان اكتر ناس كانت بتحب تلعبها جاري كاسباروف. طبعا جاري كاسباروف غني عن التعريف، تمام، من ابطال العالم. يعني انت ادخل ابحث عنه يعني، تمام. فان حد يلعبها زي جاري كاسباروف اكيد مش هيلعب نقله وحشه يعني، تمام. لو نقله مثلا مش حلوه او حاجه، لا طبعا، تمام. فنقله ممتازه جدا وافتتاح حلو جدا انك تتعلمه يعني. نسأل نفسنا سؤال بسيط جدا، بعد ما انت بتدخل في افتتاح تراش، الاسود بيرد عليك ازاي؟ يعني هل الاسود بيلعب ايه مثلا؟ انت كاسود هتلعب ايه؟ زي ما قلت احنا هنتعلم ان ازاي نرد على معظم الردود بتاعت الاسود، يعني مش افتتاح واحد. يعني النهارده مثال، اول محاضره النهارده، تمام، اللي هي النقله الثالثه. ايه النقله الثالثه؟ معظم اللعيبه اللي بتلعب الفرنش بالاسود بتلعب النقله الثالثه نايت اف 6، اللي هو النايت ده الحصان يعني بتطلعه هنا، تمام. حتى انت لو جيت برضو شفت الداتابيز هنا، نايت اف 6 دي اكتر نقله ملعوبه على الداتابيز، تمام. فهنخلي دي او هنخلي النقله دي يعني موضوع المحاضره بتاعتنا، وموضوع اللي هي الاول فيديوهات في السلسله بتاعتنا، لان بالمنطق دي اكتر نقله مشهوره. طيب هل دي نقله وحشه ولا حلوه؟ نقله حلوه جدا، نقله تكتيكال حلوه جدا، تمام. يعني مش نقله مثلا ضعيفه مثلا، لا عادي جدا. يعني انت لو شفت مثلا هتلاقي جراند ماسترز كتير لاعبينها، تمام. يعني بص نايت اف 6، مين لعب مثلا نايت اف 6؟ تعال نشوف مثلا مين اشهر حد مثلا لعب نايت اف 6 في الحاله دي. كروانا لعب نايت اف 6 في الشكل ده، تمام. كروانا، فابيانو كروانا اكيد مشهور يعني، تمام. وتعادل مع لاجراف، اكيد كلكم عارفين ماكسيم لاجراف من فرنسا، تمام. ماشي. مين تاني لعب نايت اف 6؟ ناس كتير يعني. بص دي تاني اشهر نقله نايت اف 6 في الماستر داتابيز، اللي هم يعني على مستوى اللعيبه الكبيره يعني، تمام. فالمهم تعالى نرجع برضو ونشوف نايت اف 6 دي هنرد عليها ازاي. يبقى زي ما انت عرفت ان احنا مواضيع حلقتنا او مواضيع محاضراتنا هتكون عن النقله الثالثه للاسود، تمام. يعني ادي النقله الاولى ليك، طب نشوف النقله الاولى النقله الاولى للاسود، النقله الثانيه ليك، النقله الثانيه للاسود، النقله الثالثه ليك دخلت في تفريع تراش زي ما انت فهمت الفكره.
النقله الثالثه للاسود. تمام. طيب آه، هنلعب ايه بعد نايت اف 6 او ايه هدف نايت اف 6؟ يعني اي نقله بيلعبها الخصم سواء في الاوبننج او في الميدل جيم او في الاند جيم، بتسال هو الخصم اللي لعبها عاوز ايه. عشان تعرف عاوز ايه، احنا لسه في مرحله الاوبننج، الافتتاح. اي حركه في الافتتاح بيكون هدفها حاجه مهمه جدا، انك تسيطر على المربعات اللي في النص او مربعات الوسط دي. تمام. فالاسود بيبدا من اول الجيم يحط بريشر، او يعني يعمل ضغط على البيدق بتاع الاي 4. عامل ضغط عليه بكام قطعه؟ عامل ضغط عليه بكام قطعه؟ باتنين، البيدق والحصان. تمام. معلش الناس المتقدمه شويه معانا، بشرح حاجات انا عارف الحاجات دي تعتبر بدائيه وبسيطه جدا، لكن عارف ان في ناس برضو ممكن تكون لسه ما تعرفش حاجه قوي في الشطرنج يعني، وبتتعلم لسه افتتاحيات وكده، فنديهم فرصه برضو يتعلموا معانا. تمام. وفي نفس الوقت زي ما قلت انا هشرح كل التفريعات، لو انت حتى جراند ماستر حابب تتفرج معانا على راسي من فوق طبعا. تمام. طيب بس طبعا الجراند ماستر هيكون عارف الحاجات دي كلها يعني. تمام. مش محتاج يتفرج عليا اصلا. ولكن بقول كليفل يعني، انت حتى لو حتى الليفل بتاع جراند ماستر مفيش مانع جدا انك هتتفرج وتستفاد معانا، لان هشرح حاجات كلها مش من تاليفي طبعا، حاجات كلها من كتب يعني. تمام. وهقول لكم الريفرنس برضو لو حد بيحب القراءه او عايز يطلع على الكتاب. تمام. المهم، فادي الافتتاح، النقله بتاعت نايت اف 6 هدفها انها تعمل بريشر وتسيطر في نفس الوقت على مربعات الوسط. في الحاله دي انت البريشر محطوط على الاي 4 ان هو متهاجم بقطعتين. تمام. كون ان هو متهاجم بقطعتين، انت مدافع عنه بكام قطعه؟ بقطعه واحده اللي هي مين؟ الحصان. في الحاله دي هتعمل ايه؟ افضل نقله في الشكل ده ببساطه شديده، بتقدم البيدق ده اي 5. طيب ايه هدف الاي 5 دي يا سلام؟ هدف الاي 5 ببساطه ان انت ضربت عصفورين بحجر، ان انت اول حاجه هربت من الضغط اللي كان محطوط على البيدق ده، وفي نفس الوقت طلعت هددت الحصان. كونك انك طلعت هددت الحصان، انت كده يعتبر كسبت حاجه اسمها تيمبو. يعني ايه تيمبو؟ تيمبو انك تطلع بحركه وانت مهدد الخصم بتاعك. في الحاله دي انت بتحط الخصم بتاعك في وضعيه الدفاع، وضعيه الدفاع، وضعيه ان هو عاوز يحمي نفسه. فلما انت بتهاجم وخصمك بيحاول يحمي نفسه زي ما احنا عملنا دلوقتي، ده مش هجوم قوي، لا احنا لسه في المين لاين بتاع الافتتاح. انت كده يعتبر معاك حاجه اسمها الانيشياتيف. الانيشياتيف بالعربي معناها المبادره. يعني ايه المبادره؟ يعني انت اللي بتحرك الجيم بالبلدي كده، اللي هو انت المتحكم في الجيم، انت اللي بتمشي الخصم يروح فين وما يروحش فين. فاهمين الفكره؟ النقطه دي مهمه جدا، وكل ما تتقدم في المستوى هتعرف ان الانيشياتيف او المبادره انك يعني تاخد الحركه الهجوميه الاول وتخلي خصمك في وضع انت متحكم في حركاته. دي حاجه ممكن تفوزك الجيم، او عامل اساسي انه يفوزك الجيم. تمام. طبعا يعني في الشكل ده مش هقول 100%، لكن 98% من الناس هتعمل ايه بالحصان؟ طبعا الدور على الاسود. تمام. هتجيب الحصان بتاعه دي 7. طبعا انا بقول له رده الاسود، يعني انت الرد ده لو اللعب على الاسود. تمام. انت كابيض دلوقتي ما بقولكش تلعب دي يعني. تمام. المهم، فنايت دي 7 يعني ماشي، يعني هي كويسه جدا يعني، او هي البيست موف، مش كويسه جدا، هي البيست موف في الشكل ده، وهي البوك موف اصلا في الشكل ده. لكن انت ايه اللي استفدته من كده؟ يعني انت ايه اللي استفدته؟ اللي استفدته كذا حاجه. اول حاجه ان انت بدات تسيطر على الوسط اكتر، انت اللي مسيطر على الوسط هنا. تمام. او على المربعات اللي في النص اكتر. تمام. الضغط اللي كان محطوط على البيدق اللي كان في الاي 4 خلاص اختفى. تمام. وانت دلوقتي معاك سبيس اكتر. يعني ايه معاك سبيس اكتر؟ لو حد فاكر في اول فيديو قلنا ان احنا بنقسم البورد لكوين سايد والكينج سايد. تمام. الكينج سايد دلوقتي لو انت جيت بصيت، بص كده المربعات هنا، يعني لو الملك بتاعه مثلا بيت، يعني مثلا تعالى نفترض كده مثلا عشوائي، مثلا يا عم انت لعبت مثلا كده مثلا، وهو طلع مثلا بالبيشوب مثلا كده، رحت اي حاجه مثلا. تمام. رحت انت لعبت دي اي نقلات. بص كده، بص كده الشكل النهائي، القطع بتاعتك كلها بص على مين؟ بص الفيل بتاعك بصص على الملك بتاعه، بص الحصان قادر انه يطلع يهاجم، بص الكوين بتاعتك تقدر تيجي هنا وتهدد انه تديله تشيك ميت، بص الفيل التاني بتاعك بص على الحصان. طب بص قطعه هو، كل قطعه ولا ليها اي لازمه، لسه يعني ما عملهاش ديفلوبمنت، ما طلعتش لقدام، او يعني ما اخدتش المساحه بتاعتها زينا. فاحنا بص ازاي الابيض اخد مساحه على الكينج سايد. فهمتوا يعني ايه اخد مساحه؟ يعني اتحكم في مربعات اكتر على الكينج سايد. فدي ميزه حلوه جدا انك تلعب بتفريع تراش.
اول حاجه انك بتاخد مساحه بعد ما يلعب نايت اف دي 7. حد يقول لي طب ما ممكن ما يلعبش نايت اف دي 7، هيلعب ايه مثلا؟ قول لي هتلعب ايه؟ هترجع تاني؟ براحتك ارجع تاني، انا اللي كسبت، انا يعني انت هتفوز لو بالشكل ده. لو انت بتلعب صح انت كده فزت خلاص. يعني عارف لو جراند ماستر رجع تاني انت فزت ليه؟ انت مقدم حصانين وهتطلع الفيل وتبيت، وهو لسه مقدمش ولا قطعه من قطعه، ونقله الحصان نطلعها وهيرجع تاني ولا كانه ليها لازمه. طيب امال هتقولي خلاص يا عم هو مش هيرجع تاني، هيلعب الحصان بتاعه هنا عشان تكسر، ولما تاكل تروح ياكل. انت كده الاسود وقع في مشكله خطيره جدا. ايه المشكله دي؟ شايفين البيدق ده؟ اسمه ايزوليتد بون. يعني ايه ايزوليتد؟ يعني معزول. يعني ايه معزول؟ يعني مش محمي. بص البدق بتاعنا، انت هتقولي طب ما انا معايا بدق معزول. لا، محمي. قول لي هتحميه ازاي ده؟ هتطلع ده اكله بالتجاوز. الناس الجديده اللي في الشطرنج في حاجه اسمها الاكل بالتجاوز، او بالفرنش اون باسان، تمام؟ نبقى نتكلم عنها يعني، تمام؟ بس اكيد في ناس كتير عارفاها. تاكله بالتجاوز وهو معاه بدأ معزول. مش بس كده، مع الدبل بون. وطبعا الناس يعني المتوسطه او المتقدمه شويه هتكون عارفين ان دي مصيبه في الاند جيم. لو انت بتلعب يعني وخلاص عاوز تفوز، كسر القطع وادخل اند جيم 100% انت هتفوز. لان بص الشكل ده، شايفين الشكل ده يا جماعه؟ بص قارن البيادق بتاعتنا كابيض والبيادق بتاعته. وبالتالي نقلت نايت اي 4 مش حلوه، لان انت مباشره، يعني انا بقول لك تعمل ايه لو هو لعب حاجه غريبه. يعني انا بديك كل الاحتمالات بحيث تكون مستعد لو الاسود لعب حاجه غريبه. نقله نايت اي 4 نقله مش حلوه، نقله وحشه جدا، تمام؟ لانه بالشكل ده انت طبعا هتعمل ايه كابيض في الحاله دي؟ هتاكل، تمام؟ ولما هو ياكل طبعا 100% هياكل، تمام؟ كده هو معاه ايزوليتد بون على الاي فايل، وكمان معاه دبل بون. دبل بون اللي هو زي ما بقول لك بالعربي كده طابور عيش، يعني حطيتهم لك فوق بعض كده، تمام؟ او بدائين على نفس الفايل اللي هو او نفس العمود يعني، تمام؟ دي حاجه وحشه جدا، حطها في بالك لو انت مبتدئ ومش عارف ايه الكلام ده. وهنبقى نتكلم عنها ان شاء الله فيما بعد الفيديوهات التانيه يعني، تمام؟ طيب بالشكل ده زي ما قلت دي حاجه مش مشهوره. انت هتكمل يعني تطوير قطعك عادي جدا في الشكل ده. يعني مثلا هتلعب ايه في الشكل ده؟ مثلا هتقول لي مثلا هلعب الحصان بتاعي مثلا هنا مثلا يعني، وبعد كده تجيبه مثلا الحصان بتاعك هنا وتكون مهدد انك تاكل البيدق ده، تمام؟ هتلعب مثلا تطور الفيل بتاعك هنا، كله كويس، تمام؟ يعني في الشكل انت تلعب اي حاجه والله بجد كلها كويسه يعني، تمام؟ انت كده عندك تفوق من قبل ما تكمل. يعني لو جينا شفنا مثلا البار بتاع الانجن مثلا، ماشي؟ نشوف الانجن كده. بص الانجن عاطي تفوق واحد للابيض، 7/10 تفوق واحد طبعا. يعني دي حاجه ان احنا لسه في الافتتاح، انت شوف مجرد النقله دي احنا لسه في رابع نقله عطاك تفوق واحد، فاهم؟ دي حاجه عظيمه يعني، تمام؟ وبيقول لك كمان لعب بيشوب اي 3 دي البيست موف، فاهم؟ فاللي هو انت متخيل اخدت تفوق واحد وانت لسه بتقول بسم الله. فطبعا النقله انه يلعب نايت دي نايت اي 4 دي نقله وحشه جدا. وبالتالي معظم اللعيبه اللي هي كويسه، معظم اللعيبه اللي تفهم هتلعب نايت دي نايت دي 7، تمام؟ في الشكل ده، تمام؟ تعال نفتكر تاني بسرعه اللي احنا عملناه. فرنش ديفنس، تراش فاريشن، نايت اف 7. طبعا انت في الحاله دي هتطلع تقدم البيدق اللي كان متهدد بقطعتين، هيضطر يهرب بالحصان بتاعه. واحنا خلاص فهمنا لما يهرب بالحصان بتاعه هيروح فين، تمام؟ هيروح فين يا جماعه؟ هيروح هنا، تمام؟ بالشكل ده، ماشي؟ زي ما قلت احنا برضو متخيل ده المين لاين برضو، وانت معاك تفوق 7/10 واحنا لسه بنقول بسم الله. شايفين؟ او نص مش مشكله. شايفين افتتاح تراش ازاي قوي جدا وبيديك افضليه من اول الجيم؟ تعالى بقى نتعلم ازاي نحافظ على الافضليه دي. طيب ده المين لاين بتاع التراش يا جماعه. ده المين لاين اللي هو الشكل الرئيسي او يعني اللي هو معظم يعني معظم الجيمات اللي هتلعبها هتدخل في الشكل ده. ايه البيست موف هنا للابيض؟ او ازاي تفكر ايه البيست موف؟ احنا مش جايين نحفظ البيست موف وخلاص، انت ممكن تجيبهم من اي انجن البيست موف يعني، تمام؟ لكن لا، احنا عاوزين نعرف ايه الشكل الرئيسي بتاع تراش كان بيلعب الشكل ده ازاي، ونفوز ازاي في الشكل ده عشان نفوز ضد الفرنش. بالنسبه لو حد بيلعب بالفرنش او مش حد عارف التفريعات بتاعت الفرنش، فالشكل ده فيه شبه شويه من انهي فاريشن؟ لو حد بيلعب بالكلاسيك فرنش مش التراش، شبه الستاينتز فاريشن، مش كده؟ لو حد بيلعب كلاسيك فرنش فالشكل ده فيه شبه من الستاينتز فاريشن. بس ما علينا، بغض النظر ايه الستاينتز فاريشن ده، لو حد ما يعرفوش ما يشغلش نفسه بيه يعني. طيب عشان نفكر نلعب ايه احسن نقله هنا، او ايه النقله يعني مش عايزين نحفظ زي ما قلنا الحركات بالظبط عشان ممكن ننساها، احنا عايزين نفكر نلعب ازاي النقله دي.
هدف الافتتاح ببساطة زي ما قلت انك تسيطر على مربعات الوسط وانك تنتشر بالقطع الخفيفة. ايه القطع الخفيفة؟ اللي هما الحصان والفيل، تمام، النايت والبيشوب، دول القطع الخفيفة بتاعتك اسمهم ماينور بيسز، تمام. طيب احنا دلوقتي عشان ننتشر بالحصان ده هننتشر بيه فين؟ هتقولي هنطلع بيه هنا. حلو، مش وحشة، حلوة جدا يعني، مش وحشة، كويس جدا ينفع تلعبها. لكن مش هي دي اللي هنلعبها. ليه؟ لان احنا هنبص لقدام شويه. دلوقتي انت لو بتلعب كاسود، الخطه بتاعتك انك تعمل ايه؟ معظم الناس اللي بيلعبوا بالفرنش الخطه بتاعتهم انهم يوقعوا البيدق ده. شايفين بيدق الدي 4 ده؟ عايزين يوقعوه. ليه؟ عشان لو وقع البيدق ده، البيدق ده بتاع الاي هيكون ضعيف. فاهمين؟ فهمتكم الايزوليتد بول من شويه، تمام. بدا الاي هيكون ضعيف وبالتالي سهل انه يبقى تارجت يهجم عليه، او سهل ان هو ياكله بالحصان ده. هتقولي طب ايه يا عم اسلام، ازاي هيهجم على البيدق ده اللي هو بدا الدي بتاعنا؟ تمام، هقول لك بكذا طريقه. ازاي ممكن يبدا يطلع البيدق ده، تمام، اللي هو بدا السي عشان يهاجم على البيدق بتاعنا. هتقول لي يا عم مش مشكله، ما انا هطلع احميه. هقول لك هو مش هياكله، هيطلع الحصان التاني بتاعه وبالتالي يضغط عليه بكذا قطعه، هيطلع كمان عنده كذا قطعه يهاجم بيها على بدء الدي، تمام. طب افرض ما كانش يعني خطته ان هو يهاجم على بدء الدي، براحته، ما عندوش خطط، يعني ما فيش خطه واضحه في الشكل، تمام. يعني انت بتلعب ايه الحاجه، يعني تحمي نفسك من الحاجه اللي المفروض يعملها الخصم. غير كده الخصم ما عندوش يعني خطه في الشكل ده انه يلعبها، تمام. طيب هتقولي طب ماشي يا عم، الحاجه الاساسيه دلوقتي او شغلنا الشاغل في الشكل ده ان احنا نحمي البيدق بتاع الدي 4. نحميه ازاي؟ هقول لك حلو جدا. عشان تحميه هنحميه بكذا ينفع نحميه بكذا قطعه دلوقتي. ايه القطع اللي ممكن تحميه؟ هتقولي ممكن احميه بالفيل ده، اجيب الفيل ده هنا، صح. بس في مشكله في تراش، ان الحصان ده قفل على الفيل. هو ما قفلش عليه بشكل دائم، لا احنا هنحرك الحصان ده وخلاص الفيل اتفتح الدياجونال او اللي هو الوتر ليه، فهو هيتاكتف يعني قريب، ما اتقفلش عليه ولا حاجه. لكن دلوقتي احنا عاوزين نحمي البدء ده دلوقتي، يبقى خلاص الفيل ده اوت اوف سيرفيس دلوقتي، مش هنستخدمه. طب مين تاني قطع تحميه؟ هتقول لي البدء ده اقدم بدء السي، صح، حلوه. بس احنا عايزين نحميه باكتر من قطعه، لان هو مستعد يهاجم على البدء بتاعنا بالحصان والبدء بتاع السي، صح كده. احنا عاوزين قطعه تاني نحميه، يعني يعني مستقبلا، فاهمين قصدي؟ لما يهجم عليه عايزين قطعه تانية تكون جاهزه انها تحميه. مين القطعه التانية ممكن جاهزه انها تحميه طيب غير البدء بتاع السي؟ فكر كده. ممتاز، الحصان، صح كده، حلو جدا. طيب هل نطلع بالحصان دلوقتي؟ لا. ليه؟ لان احنا عاوزين نطلع بالحصان ده في الاي 2. هو تراش دايما ما بيحبش يطلع على الحصان في المربعات الاعتياديه اللي هي الاف 3 والسي 3. مش دي المربعات الاعتياديه بتاعت الحصان اللي انتوا بتلعبوها دايما في الايطاليان في الافتتاحات اي افتتاح مشهور بيلعب الحصان. ليه طيب تراش ما بيحبش يلعبهم هنا؟ عشان تراش كان لعيب يعني اتاكر هجومي، فهو كان بيحب دايما يطلع البيادق بتاعته عشان يبدا الهجوم. لان احنا هنشوف من ضمن افكار تراش في الميدل جيم انه يحرك البيدق بتاع الاف ده لقدام ويبدا يفتح على الملك بتاع الاسود، فهمتوا؟ فتراش ذكي مش عاوز يحرك البيدق ده. طيب اما مش عاوز تحرك البدء ده، يعني ايه المغزى من كلامك؟ انك مش عاوز تلعب الحصان هنا. طيب امال عاوز تلعب الحصان فين؟ قالك فانا بلعب الحصان بتاعي في الاي 2. كلام كويس يا عم تراش، لكن نقلة الحصان اي 2 هتوقعني في نفس المشكله اللي وقعني فيها الحصان الاول. اللي هي ايه المشكله؟ انك قفلت على البيشوب بتاع الاف، او البيشوب اللي هو على المربعات البيضاء. فالبيست موف في الشكل ده انك تلعب الفيل دي 3. فهمني يا اسلام، ليه لعبت البيشوب دي 3؟ حاجتين. الحاجه الاولى ان انا مش عاوز يعني اخلي البيشوب ده يتحبس بعد ما العب الحصان على الاي 2، فاهمني؟ الحاجه التانية ان بعد ما العب البيشوب هنا مستعد ببساطه اطلع بالحصان هنا، تمام، اطلع بالحصان على الاي 2 ودافع عن البيدق اللي كان يعني مقدر ليه انه يهاجم في المستقبل، تمام. فانا دلوقتي نقله ان انا طلعت بالبيشوب دي يعني بتسمح للحصان انه يطلع من غير ما يقفل على البيشوب ده. حد يقول لي طب ما انت طلعت بالحصان في الافتتاح اللي هو الحصان بتاع من ناحيه الكوين سايد، يعني طلعت بالحصان هنا وقفلت على ده. ما هو ايوه، بس دي حاجه مؤقته. لكن احنا خايفين ان دلوقتي النقله الجايه للاسود ان هو يلعب مين؟ سي 5 ويهاجم البدء بتاعنا، يلعب النايت ده ويهاجم البدء بتاعنا، والبدء بتاعنا مش محمي حاليا. فاحنا دلوقتي بنستعد لحمايته مش بنستعد للهجوم،
فاهمين الفكره؟ عشان هقول تاني اخر مره، ليه البيشوب دي 3 هنا البيست موف؟ لو بصيتوا دي من ضمن النقلات المقترحه للانجن، يعني هي نقله كويسه جدا. تمام تمام. وبص من يعني ايه بقى النقلات؟ انك تلعب سي 3، انك تحمي، ده مش مشكله يعني، مش وحشه، فاهم؟ احنا هنلعبها يعني، هي حلوه جدا برضو. تمام. ولكن احنا بنكمل انتشارنا، ما بنفضلش نطلع في البيادق ونسيب الماينور بيسز، يعني عاوزين نبيت من الاخر. تمام. طيب فاحنا بنطلع بالبيشوب ده. تمام. ونشوف بقى الاسود هيلعب ايه. لو بصيت على الشكل ده، لو انت اسود، اللي هو ايه يا عم الابيض، بص كده يعني، انا هعمل كده فليب بورد يعني، او هعكس يعني، بص كده من ناحيه الاسود، بص كده على الابيض، بص كده متحكم في مين؟ تحس ان هو متحكم في البورده كلها. انت كاسود مش عارف تحرك قطعك، يعني مش عارف مثلا تطلع الفيل بتاعك هنا، هيتاكل. مش عارف تطلعه هنا، هيتاكل. تمام. الحصان بتاعك هتطلعه هنا مثلا، انت قفلت البيدق ده، وقفلت على الفيل مش هيطلع. فاهمين الفكره؟ طب هتعمل ايه؟ تحس انك ريستريكتد، اللي هو يعني متكتف يعني كاسود. فاهمين؟ فشوف انت فهمتوا ايه ميزه الافتتاح ده؟ زي كده بيديك دومينيشن على البورد، بيديك يعني زي سيطره وهيمنه على البورد كده، وانت اللي ليك الانيشيتيف انك تطور قطعك في المكان اللي يعجبك وتطارد قطع الخصم. فلما الاسود بيشوف المنظر الغريب ده، معظم الفرنش بلاير في الشكل ده، لو احنا جينا شفنا مثلا في الشكل ده ايه البيست او ايه اشهر نقله. طبعا تعالى احنا ما كملناش هنا، تلعب كده، احنا قلنا هنقدم البيضه، هنطارد الحصان. حد فاكر ايه البيست موف هنا؟ دي 3، صح كده؟ تعالوا نشوف كده ايه هي اشهر نقله في الشكل ده. مل... مليون و400 الف لاعب لعبوا سي 5. بصوا النقله تاني، اشهر نقله 35,000، يعني تقريبا بص كده 94% من الناس لعبوا سي 5. يعني قول معظم كل الناس اللي هتلعبها بالفرنش لما توصلوا للشكل ده هيلعبوا سي 5. طب هو سي 5 وحشه ولا حلوه؟ مش وحشه، منطقيه. ليه منطقيه؟ الاسود عاوز يكسر البدأ ده زي ما قلت لك، فلو كسر البدأ ده هيبقى ضعيف، فيقدر ياكله بالحصان ويقدر يفتح لقطعه طريق انها تهجم. ففي الحاله دي يعني نقله سي 5 دي مش وحشه، يعني نقله منطقيه جدا. فاهمين الفكره؟ طيب تمام. حد فاكر احنا ليه لعبنا اصلا البيشوب ده؟ ممتاز، عشان ندافع عن البدأ ده اللي هو الاسود كان عاوز يهاجمه، اللي هو بدأ الدي. طب هندافع عنه ازاي دلوقتي يا عم اسلام؟ هقول لك بسيطه. في قاعده في الشطرنج بتقول ايه؟ the pawn is the best defender. يعني ايه؟ يعني اي قطعه عاوز تحميها وعندك بيدق يقدر يحميها، احميها بالبيدق، ما تحميهاش بالقطع يعني القطع الاكبر. يعني لو معاك بيدق وفي قطعه عاوز تحميها، احميها الاول بالبيدق، لو هجمها بقطعه تاني احميها بقطعه تاني. فاهمين قصدي؟ ليه؟ لان البيدق ده اقل قطعه كقيمه، فالخصم مش يعني هتفهموا الكلام ده بعدين. بس احفظ القاعده دي دلوقتي، ان البون از ذا بيست ديفندر، البيدق هو افضل مدافع. تمام؟ دي معلومه حلوه جدا شطرنجيا. طيب يبقى انت في الحاله دي زي ما انت فاكر احنا كان عندنا كام ريسورس او كام مصدر نقدر ندافع بيه عن البيدق ده؟ حد فاكر؟ انا قلتها لكم من شويه، الحصان على الاي 2، وده الهدف اصلا ان احنا طلعنا الفيل الاول او البيشوب الاول بتاعنا عشان نفضي المربع بتاع الاي 2 للحصان في حاله ان هو عاوز يهجم عليه اكتر من كده. ومين تاني؟ ايوه سي 3. طيب تلعب دلوقتي سي 3 ولا نايت اي 2 عشان تدافع؟ ممتازين جدا. ذا بون از ذا بيست ديفندر. بص على الانجن، ذا بيست موف از سي 3. يبقى انت ايه ده احنا فهمنا ازاي الانجن بيفكر. تمام؟ ممتاز جدا. حد يقول لي يا عم استنى، طب وانا ليه ادافع عنه؟ تمام، ثانيه كده اقفل الانجن عشان الناس تركز معايا. تمام. حد يقول لي وانا ليه ادافع عنه؟ طب ما انا اكل البيدق ده. لا، دي سيريس بوزيشنال ميستيك، يعني بلندر مش ميستيك. بلندر يا عم اسلام، مش بلندر قوي يعني. تمام. لكن ليه؟ اول حاجه، انت لما تاكل البيدق ده نقله وحشه جدا. ثانيه كده اهو يا عم، لما تاكل البيدق ده انت عملت كذا مشكله ليك. اول حاجه ان انت ضيعت هيمنتك على الوسط، وهو ده اصلا كان هدف الاسود لما حرك البيدق بتاع السي 5. فاهمين الفكره؟ يعني ده كان هدفه اصلا، انك تكسر وهو اللي يسيطر على الوسط. هتقولي ازاي يسيطر على الوسط؟ هقول لك الاسود هياكل اول حاجه بيدق ببلاش، وطور الحصان بتاعه في وسط القطعه. الحصان بتاع الاسود هنا قوي جدا،
بس كده لا، ده مثلا العب اي نقله انت مثلا يعني هقول لي مثلا هلعب دي مثلا اي حاجه عشوائيه. بص كده الفيل بتاعه ياكل الحصان الثاني الاسود افضل في الشكل ده. تعال نفتح الانجن كده ونشوف. بص كده مين عنده افضليه في الشكل ده بعد ما كان عندك افضليه واحد. اوه يا نهار ابيض، الاسود عنده افضليه واحد ونص، يعني ببساطه يقدر يفوز عليك. واحد وسبعة من عشرة، اتنين، تمام. يا نهار ابيض، ده الافضليه كده اتعكست. ما بالظبط، ما ده اصلا كان هدف الاسود، يبقى انك تاكل دي بلندر بالنسبه لي. ضيعت الافضليه وعطت افضليه للاسود، تمام. فالافضل انك لا تدافع على البيضه اللي كان عامل زي كماشه للوسط، كان مسيطر على الوسط كده ومخلي الاسود مش عارف يتحرك. فلا احنا مش هنكسر، مش هناكل، تمام. ومين طب ودافع عنه بالحصان ولا تدافع عنه بالبيضه؟ تدافع عنه بالبيضه. ذا بون از ذا بيست ديفندر. كلام سهل جدا، واحنا بنفهم كل نقله بالمنطق، مش عايزين نحفظ. احنا مش جايين نحفظ. لو انت حابب تحفظ احفظ كده. ما انت عندك الكتب، عندك الانجن تقدر تحفظ منه اي افتتاحيات. لكن احنا جايين نفهم ايه هدف الافتتاح وايه الفكره منه، تمام. حتى الان يعني الشكل ده انت هتواجهه كتير جدا لو انت لعبت فرنسي. لو انت لعبت التراش، لو الاسود لعب فرنسي وانت لعبت التراش فاريشن، يمكن 99% من الجيمات بتاعتك هتواجه الشكل ده. الشكل ده انت ممتاز فيه جدا. انت كابيض فرص فوزك اكتر بكتير جدا من الاسود لو انت بتلعب صح، تمام. بالمناسبه التفريعات كلها والكلام كله مذاكره من كتاب How to Beat the French Defense، تمام. Essential Guide to the Tarrasch، جراند ماستر اسمه اندرياس، تمام. كل الكلام ده يعني انا زي ما قلت لكم انا مش جايبه من دماغي، يعني نوعا ما هو اجتهاد ان انا بس بذاكر الكلام من الكتاب وبجيب لك مش الخلاصه، انا بجيب لك يمكن تقريبا كل حاجه في الكتاب بس بشكل مشروح بتفاصيل اكتر، تمام. بقول لك افكار اكتر من المكتوبه. لو جينا شفنا الشكل ده، ادي 3 نايت سي 6 اللي احنا اتكلمنا عنها، نقله 6 سي 3 اعطيها علامه تعجب. علامه تعجب يعني جريت موف اي ثينك. اللي هي انهي نقله يا جماعه لو انتم فاكرين؟ اللي هي النقله دي سي 3، ان احنا قلنا هنطلع نحمي بالبيدق. فاكرين النقله دي نقله جريت موف، يعني على حسب الكتاب اعطيها جريت موف. انا شايفها نقله بوك موف عاديه، يعني مش عاديه. هي بيست موف في الشكل، لكن مش جريت موف قوي يعني، تمام. ماشي، جريت موف يعني نقله عظيمه جدا، تمام. انك ما طلعت لا. طب ليه جريت موف تحديدا؟ انت لو جيت تحت شفت الانجن، بص كده تعال نرجع نشوف الانجن في الشكل ده. نقله سي 3 النقله الوحيده اللي تديك افضليه. بص كده باقي النقلات افضليه للاسود، تمام. فسي 3 اهي النقله الوحيده اللي تديك افضليه، يمكن عشان كده هو حسبها جريت موف يعني، تمام. فتعالى كده نشوف سي 3، وزي ما قلنا دي اكس سي دي بلندر، تمام. تعالوا بقى نشوف ايه راي الكاتب في النقله دي. بيقول لك I think this is the best idea. دي افضل نقله. ليه؟ White simply play as very useful move without showing his intentions. If black doesn't play f6, white will put his bishop on d3 and then castle or continue with d2 f1 g3. ده اللي احنا هنشرحه كله، ما تشغلش بالك. انا شرحت لك ايه فكره النقله دي. انا بوريك بس ايه يعني شكل الكتاب يعني يسد النفس من الاخر يعني. تمام. فانا بقول لك الكلام ده بشكل مبسط وشكل جميل جدا. ان شاء الله نشرح الكتاب كله، ما عنديش مشاكل. لو انت هتتابع وهتهتم معايا على راسي، تمام. طيب هنا الكتاب مقترح اشهر 3 ردود للاسود في الشكل ده. قال لك ممكن الاسود يلعب بي 6، بيشوب اي 7، اف 6. هنشرحهم كلهم يعني، تمام. وانا كمان هشرح لك تفريع رابع وخامس، مش مشكله، هقول لك ازاي ترد عليهم كلهم يعني. ولكن بما ان دي اول فيديو في السلسله، مش حابب يعني اخلي الفيديو كبير قوي يعني، فاهمين الفكره؟ مش عاوز اسد نفسكم عن الشرح يعني. عاوز اخلي بس اول فيديو حاجه لذيذه كده شويه، تكون فهمت ايه الشكل الاساسي بتاع التراش، تمام. ان شاء الله من اول الفيديو الجاي هنشرح باقي النقلات يعني. من الفيديو الجاي هنبدا بالشكل ده. زي ما قلت لك انت معظم الاوقات لو هتلعب بالتراش هتحصل على الاستراكشر ده الشكل الاساسي. السايد لاينز يعني مثلا نفرض ما لعبش مثلا هو سي 5، لعب مثلا بي 5، افرض لعب مثلا نايت، هنشرحها كلها ما تقلقش يعني. مش هنسيب حركه غير لما نشرحها ونفهمها هنفهم. وهعمل فيديو ايه هي افكار الميدل جيم، ازاي تهاجم في الميدل جيم بالشكل البيادق الممتاز بتاعك ده. او يعني لان كل طبعا افتتاح ليه ميدل جيم افكار مختلفه. طب الاند جيم هيكون شكله عامل ازاي بتاع التراش فاريشن وازاي تفوز فيه يعني. بص من الاخر، صديقك اللي بيلعب بالفرنش لو انت لعبت قدامه التراش بعد ما نخلص الكورس بتاعنا، اوعدك انك بنسبه 98% 99% ان شاء الله هتفوز، تمام. يعني تخيل بقى انت لو كل الافتتاحيات ذاكرتها بالشكل ده، انت جراند ماستر. انا مش بهزر يعني. هو ايه الجراند ماستر؟
مذاكر كل الافتتاحيات بالميدل جيم بالاند جيم محللها. لكن خلي بالك دي مش حاجه سهله، لا كله بي جراند ماستر تمام. لان حاجه زي التراش دي انا ما اعرفش ممكن يعني اخلصه امتى، ممكن اخلصه في شهر يعني كفيديوهات اقصد تمام، ممكن اخلصه مثلا في سنه ما اعرفش تمام. يعني انا لسه ده اول فيديو اعمله في القناه بتاعتي. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. مستني الفيدباك بتاعتكم في الكومنتس لو الناس استفادت. انا عارف ان انا لسه ما شرحتش حاجات كتير قوي، لسه ده مجرد بس انترودكشن تمام للتراش، وازاي نتعامل او ايه الهدف بتاع الافتتاح تمام. وانت معك افضليه لسه من اول حركتين ثلاثه. وطبعا كل النقلات اللي احنا لعبناها للاسود اللي هي اشهر نقلات بيلعبها تمام، اللي هي بنسبه 98% 99% هتلاقيها الاسود بيلعبها تمام. فانت تكون مستعد للنقلات دي، وتكون عارف الافكار بتاعه الجيم. وان شاء الله الفيديوهات الجايه كلها هنشرح كل التفريعات المختلفه بتاعه التراش، بحيث انك في الجيم تكون فاهم بتعمل ايه بالظبط، وان شاء الله تفوز بسهوله ضد اي حد بيلعب الفرنش. لو عجبك الفيديو تنساش تعمل لايك وتبعته لزميلك وتبعته لزمايلكم اللي يحبوا الشطرنج. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.